اليوم بنحضر سليق الدجاج. نجهز في المطبخ المكونات اللي قدامنا. نبدأ بتجهيز الدجاج ونرش عليه الملح والبهارات البيضاء. بعدها نضيف شوية هيل وورق غار وعيدان قرفة، وأكيد نستخدم زيت زيتون KDD. نخلطهم سوا ونفرغ الأكلة في صينية شفافة ونغلفها بورق القصدير ونحطها بالفرن على 180 درجة ونتركها من 20 إلى 30 دقيقة. نبدأ نحضر الرز المنقوع بموية. نقطع البصل قطع صغيرة ونصب زيت زيتون في القدر، وطبعاً نحتاج لزبدة KDD. نحط البصل وبعده الرز وعشان النكهة لازم مكعبات مرقة الدجاج، وما ننسى دور حليب KDD في الأكلة. نقطع بصل مرة تانية بس قطع أكبر ونرش عليه المكون السري الطحين عشان ما يسود البصل بالزيت. أخيراً نسكب كريمة KDD السائلة ونحمر الدجاج وبالعافية عليكم.